السلام عليكم. انتهت مباراة الاهلي وبالميراس بخسارة الاهلي 2-0. نقاط قوة بالميراس بانت من ماتش بورتو الاولاني. باشا هم اقوياء في الالتحامات، ممتازين في الهجمة المرتدة، عندهم الجناح اليمين خطير. انت عملت ايه كنادي اهلي؟ نزلت الماتش بتضغط انت ضغط عالي، بتبدا من قدام خالص، سايب الباكات بتاعتك طايره لقدام، مديهم فرصه يلعبوا على الهجمه المرتده بتاعتك. باشا الفريق اللي راس ماله هجمه مرتده سيب له الكوره، هو مش عارف يعمل حاجه. ما تضغطش انت عليه وتجري انت لقدام وتسيب له مساحات في ظهرك. طب ما انت عملت ايه؟ انت فضلت له نص الملعب بتاعك. نص الملعب عندك كان عدد بلا فايده. كان لازم ديانج يلعب، كان لازم العش يلعب. باشا يلعب بديانج والعش، العش يثبت ورا ما يطلعش قدام. انت الزق لي في الراجل الوينج اليمين بتاعه ما تتحركش، خليك لازق فيه زي ضله وديانج يرمي معاه. انما انت عملت ايه؟ لا انت فضيت الملعب، فضيت الدفاع بتاعك خالص. يلا يا جماعه هنهاجم. لا لا، لازم يكون عندك مرونه في ان انت تغير التكتيك بتاعك عادي جدا. باشا اللي تلعبه اللي تكسبه العبه. انا بلعب بهاجم، حمدي فتحي بيزيد مع الهجوم، محمد علي برمضان بيزيد مع الهجوم، تريزيجيه وزيزو كده كده طايرين. باكات الاهلي طايره، ماليش دعوه بمحمد هاني طبعا، محمد هاني لا بيطير ولا بينزل ولا ما فيش حاجه خالص. محمد هاني في الجون الثاني بتاع ليه يا معلم بتتزحلق ليه؟ ليه ايه التاكلينج اللي لا فيه منه فاول ولا فيه منه قطع كوره ونزلت رازع وصل على راسك؟ يا معلم اللاعب بتاعهم اصلا بطه ما جريش، يعني هو بطه جه ناحيتك، ما تزحلقش يا باشا، اثبت. باشا كمل معاه وضايقه، يمكن الشناوي يصدها، يمكن هو يطلعها بره، يمكن تقطعها منه. انما انت بتزحلق، انت بعت نفسك خالص. انت سلمته الهجمه قلت له يلا يا باشا روح، اللي تعرف تعمله اعمله. طبعا الجون بتاع وسام ابو علي ده وارد اي حد يغلط يعني، بس والله 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 غلط اشرف داري قبل ما وسام ابو علي. باشا اشرف داري بينط على وسام ابو علي، بيزقه بايده لقدام. دفاع الاهلي النهارده كان مستباح بسبب محمد هاني. طبعا يحيى عطيه الله طاير قدام، هو لا بيعمل حاجه قدام ولا عارف يعمل حاجه ورا، ولا عارف يدافع ورا ولا عارف يزيد قدام. كان لازم حمدي فتحي يتغير، كان لازم حمدي فتحي يتغير وينزل ديانج، او محمد علي برمضان يتغير وينزل ديانج. باشا الناس دي قوه مالها الصراعات في نص الملعب والمرتدات. عندك ديانج سريع وقوي، يعني ديانج قوي في الالتحامات، سريع في المرتدات، هيعرف يغطي وراك. انت ايه اللي انت عملته؟ فضيت له نص الملعب نهائي، سبته، خليت دفاعك يعني اللي هو يا جماعه واجهه بقى، اللي يعرف يعمل حاجه معاهم يعملها. والناس دي ما شاء الله عندهم قوه بدنيه جباره ومهاره، ده اللي قلته قبل الماتش ما يبدا. انا ما ينفعش اسيب لهم النص الملعب بالطريقه دي. هي مشكلتك كلها كانت في نص الملعب والباكين اللي طايرين. طب طاير ليه؟ باشا من ماتش بورتو باين ان هم بيلعبوا على الهجمه المرتده. ما تطيرش الباكات بتاعتك، ثبت باكاتك ورا، ثبت باكاتك ورا. نزل تريزيجيه، ولما تيجي تطلع في الشوط الثاني ما تطلعش تريزيجيه. باشا تريزيجيه بيعمل مجهود، عايز تخلي تريزيجيه باشا ينقله على نص الملعب رقم 8، مركز 8، ونزل بن شرقي قدام عادي. هو ليه مركز بمركز؟ وجينا بعد كده عكينا بقى، احنا مش عارفين بقى، الاول كان بيطلع مركز بمركز على راي كابتن مجدي عبد الغني، قصب بقصب، وبعد كده عملنا ايه؟ بقى بنطلع باك شمال وننزل وينج يمين، بنطلع باك يمين وننزل وينج شمال. يا معلم انت بتعك. ريفيرو مدرب الاهلي والله العظيم مدرب باين على لمسته ان هو عالمي، بس لازم يغير فكرته في ان هو لا يا جماعه انا عندي كذا تكتيك، عندي كذا طريقه بلعب بيها، انا مش طريقتي ثابته، انا كده كده بنزل اهاجم، انا بعمل بيلد اب من ورا واتحرك بالكوره واحده واحده واطلع من تحت لقدام واطلع اهاجم واطير باكات. مش هينفع الكلام ده مع الفريق اللي هو كده كده اصلا هيدافع عندك، فريق اللي هو هيستنى يستقبل منك لعب. لكن انت في فريق شايف ان هو واقف ورا من بدايه الماتش، انا مستني غلطه من نص الملعب عندك بضغط عليك عشان اخد الكوره واعمل هجمه مرتده من 1 2 3. باشا الجون الثاني اللي جه في الاهلي من 3 4 لمسات. باشا الاهلي بيلعب كرات ثابته ازاي؟ مفيش تدريب. احنا يا باشا عندنا زيزو هنلمسها له هيرفع، يلا بقى يا جماعه سيبوها على الله بقى، يلا بقى اللي يعرف يعمل حاجه يعملها بقى، المهاجم يطلع القريبه بقى والمدافع يطلع البعيده بقى وجون. يا عم مفيش الكلام ده، مفيش خطه في الاهلي في الكرات الثابته نهائي. الكره الثابته في الاهلي على الله. الجون الثاني قبل ما تتفرج على الجون الثاني اتفرج على الكره الثابته بتاع الجون الثاني اللي كانت كره للاهلي. الكره كانت للاهلي، الكره اترفعت، ما تفهمش اترفعت ازاي، في نص الملعب اتقطعت من 3 لمسات، الوقت كان عند الجون من 3 لمسات. باشا من تيك تاك جون. طبعا محمد هاني الله يسامحه بقى في اللي عمله، او الله يبارك له في اللي عمله. لكن الاهلي لا لا، الاهلي فريق حرفيا ما عندوش غير تكتيك واحد بس مع المدرب ده بيلعب بيه. انا باشا العب بيلد اب، كوره 1 2 3 هطلع قدام هاجم اجيب اجوان خلاص خلص. باشا انت مش هتجيب اجوان بالطريقه دي، هتجيب اجوان بالطريقه دي في الفريق اللي بيدافع هو مستني يستقبل منك لعب. لكن الفريق اللي هو انت سايب لك الكوره
سايب لك الكوره نهائي وانا هضربك بمرتدات. سوري، الفريق اللي هيهاجمك انت هتعرف تعمل كده عشان انت هتهاجم عليه من قدام، فانت هتزيد بالباكات بتاعتك. طير يا باشا واعمل اللي انت عايزه. لكن الفريق هو اصلا سايبك باشا، اعمل اللي انت عايزه لحد ما تجيلي واقطع منك الكوره واروح عند الجون بتاعك بلمسه واتنين. باشا محمد هاني كان لازم يتغير النهارده. ما عندكش باك يمين باشا، نزل مصطفى شوبير يلعب باك يمين. محمد هاني كان لازم يتغير النهارده. محمد هاني النهارده كان كارثه. مش هنتكلم في كارثه هجوميه، هو كده كده طول عمره كارثه هجوميه، بس النهارده محمد هاني دفاعيا كان كارثه، كان ملط باشا، كان بيترقص بالتليفون. الاهلي فاضل له ماتش بورتو على فكره، في امل ان الاهلي يصعد. يعني الاهلي لو كسب ماتش بورتو في امل ان هو يصعد، بس الاهلي بنظامه ده لو نزل قدام بورتو لعب نفس لعبه ولعب بنفس الطريقه، انا هستحوذ وهاجم وطير باكاتي والمدافعين يطلعوا قدام ونص الملعب يبدا عندي المدافع من نص الملعب ياسر ابراهيم هو اللي بيبدا. يا عم انت بتهزر. لا لا، لازم تبقى عارف امكانيات لعيبتك وعارف انت بتلعب قصاد مين. انت لو بتلعب قصاد غزل المحله اعمل اللي انت بتعمله ده عادي، لو بتلعب قصاد بتروجيت تعمل اللي انت بتعمله ده عادي. انما انت في محفل دولي خلاص، في جماهير، في لعيبه عندها فرق، عندها لعيبه تقيله. الباك الهافي اليمين بتاع بالميراس رايح تشيلسي، المهاجم بتاعها جاي من برشلونه. لا انت لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه قصاد مين. الاهلي النهارده المدير الفني عك جامد، وحكايه الفرص اللي ما بتخلصش في النادي الاهلي دي هتسبب ازمه كبيره. النادي الاهلي كل الكور عنده بتيجي عند النص الملعب وتطلع لقدام وتقف، بتروح عند اللعيبه الثلاثه اللي قدام هم مش عارفين يعملوا ايه. يعني سواء زيزو، تريزيجيه، اسامه ابو علي، اشرف بن شرقي لما بينزل، حسين الشحات، الكوره بتروح لاي واحد فيهم مش عارف يعمل ايه. احنا هنجري ونرفع بقى وزي ما تيجي. مفيش خطه قدام ثابته، مفيش سيستم ثابت انا هعمل ايه عليه. لا، نص ملعب الاهلي كويس، او النهارده نص ملعب الاهلي كان مستباح، بس نص ملعب الاهلي في المجمل كويس. محمد علي بن رمضان لعيب عالمي بس لسه ما جابش فورمه. لكن الهجوم عند النادي الاهلي المفروض ان هو هجوم جبار، بس الكوره بتروح عنده وهو مش عارف يعمل ايه. مفيش لاعب حافظ هيعمل ايه، مفيش لاعب حافظ هجمه او متدرب على طريقه انا هوصل عند الحته دي المفروض ان في لاعب مكان هيغطي ورايا. مفيش طريقه بتتلعب قدام. لو لخصت الماتش كله بتاع الاهلي لخصه في الجون الثاني، كره ثابته للنادي الاهلي مش عارف هو بيلعبها ازاي، زيها زي كل الكور اللي جت. مفيش طريقه في لعب الكره الثابته. الكره اتقطعت من الكره الثابته، الكره بتنط ما بين اتنين لعيبه بتاع الاهلي وبالميراس، واقرب ليها اللي بتاع الاهلي، بس هم عندهم اقوياء جدا في الالتحامات، خدوا الكوره، اقوياء جدا في المرتدات، في لمسه في الثانيه في الثالثه وصل عند الجون. الحاجه الرابعه في النادي الاهلي اللي هي لو بصيت على الجون تاكلينج محمد هاني. الدفاع عندك كان مستباح النهارده. لعيبه بالميرس لو كان حاطه دماغها ان هي تكمل وتجيب اجوان، او لو عندها حد بيعرف يخلص قوي، باش انت كنت طلعت الماتش ده ب 3-4 على الاقل. لازم مدرب النادي الاهلي يغير خطته ويغير فكره لما يكون شايف ان في قدامي فريق بيلعب على المرتده، ما تغيرش الباكات بتاعتي. سلام.